تعالوا بقى أقول لكم إزاي قضينا يوم كله مشاوي وعملنا فيه إيه وعملنا شوية سلطات تحفة جدا. تعالوا نشوف هنعملها إزاي، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا تعالوا. هنعمل إيه؟ هنعمل لحمة مشوية وهنعمل كفتة كمان مشوية. تمام. أول حاجة بدأت باللحمة، قطعتها بالشكل ده. اللحمة أنا جايباها ملبسة شوية، وحطيت عشان هي مش لحمة ضاني. طبعا اللحمة الضاني بتبقى تحفة في الشوي، بس أنا ما كانش عندي، فاستخدمت كمان معاها ليا ضاني. أنا بحتفظ بالليا في الفريزر، فحطيت معاها قطعة ليا ضاني علشان خاطر تديها طعم الضاني. تمام كده. هقول لكم على طريقة سهلة، ويمكن أنا قلتها لكم قبل كده، إن أنا مش بقعد أتبلها بالساعات ولا أي حاجة. لا، أنا بحط اللحمة كده على طول في الحلة بتاعتي، وبعدين بحط عليها التتبيلة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. حطيت ليمون، عصير ليمون اهو. تمام. تمام. واحط البهارات بتاعتي بقى. اهم حاجه الملح والفلفل، في بقى زعتر، روزماري، بهارات لحمه، ثم دي كلها حاجات اختياري، بس اهم مكونين الملح والفلفل. تمام. واي مكون تاني ده اختياري. والصوصات اللي انا هحطها دي عشان برضو كانت عندي حطيت منها، لكن هي اختياري. ده صويا صوص، حطيت شويه برضو منه. وده كمان دبس رمان، حطيت شويه كمان منه. تمام كده. وبعدين نزلت كمان بعصير بصل، ده بقى اللي هيخلي الطعم تحفة جدا. خلاص. باخد الحلة بتاعتي بقى كده زي ما انا شايفاها بالتتبيلة بتاعتها دي، احطها على البوتاجاز واسويها على نار هادية. مش بزود مية، مش بزود اي حاجة، دي كلها عصير بصل بس. تمام. البصل ضربته في الخلاط وصفيته بمصفى، وخدت منه بس المية بتاعته ورميت التفل او استخدمت التفل في الكفتة. تمام كده. تمام. هاحطها على البوتاجاز بقى بالشكل ده على نار هادية، هتستوي وهتشرب التتبيلة بتاعتها دي كلها. ده هيساعد لي على ان اللحمة المشوية مش هتاخد وقت خالص على الشواية الفحم، ولا هتشد ولا حاجة. تمام. تعالوا بقى نشوف الكفتة. الكفتة انا جبت نص كيلو لحمة مفرومة، وخدت التفل بتاع البصل اللي انا عملت بيه اللحمة المشوية، وكمان حط عليها كوباية فول صويا اللي هو مخصوص للبرجر والكفتة، وحطيت كمان قطعة من اللية. خلاص. وحطيت بقدونس وملح وفلفل بقى والبهارات بتاعتي. هدعكهم بقى مع بعض كويس قوي، وهعجنهم مع بعض كويس جدا لحد لما يتماسكوا. الفول الصويا ده بيبقى منقوع في مية لمدة ربع ساعة، بصفيه كويس جدا وبحطه عليه. مش عايزة احط براحتي برضه. تمام. ده شكلها بعد ما عجنتها. شايفين؟ حطيتها طبعا في التلاجة شوية، وبعدين قبل الشوي على طول ببتدي ان انا احطها على السياخ بتاعتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهثبتها كويس قوي على السيخ، وهقفلها من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. تمام. خلاص، هي جاهزه معايا كده على الشوي. جات لي فكره برضو ان انا بدل ما اعملها كلها كفته، ممكن اخد جزء منها اعمله حواوشي، وبقى كده ان انا نوعت في المشويات بتاعتي، وبرضو نشويه على الفحم. فجبت رغيفين حواوشي، وقلت اقطعهم، وقلت يا ربي احشيهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده برضو، وهنحطهم برضو على الجريل ونجربه. تمام. وكمان جبت خضار بقى عشان اشويه. هنعمل سلطة مشوية تحفة جدا. بحتاج فيها طماطم وبصل، وهاخدهم مع الشوي. ممكن كمان اشوي معاهم فلفل. تمام. هبتدي بقى اولع الفحم بتاعي. اللحظة المنتظرة بقى، حطيت البصل عشان بياخد وقت على الفحم مباشرة. تمام. عشان اشويه. وطبعا هشوي الطماطم كمان. هنا بقى بعد ما حطينا الكفتة واللحمة، اللحمة يا دوبك يا جماعة هتاخد لون بس، هي مستوية وكل حاجة. تمام. هتاخد لون، واخدة الطعم وكل حاجة، بس هي هتاخد لون الشوي وطعم الشوي. تمام. والكفتة كمان هحطها. بدأت كمان بالعيش الحواوشي حطيته، بس للأسف هو اتلسع منهم سنة. تمام. وقدمت معاها بقى رز بسمتي أصفر. ممكن تحطي لون طعام، ممكن تحطي كركم عشان يديله اللون.
او اي نوع رز انت حابه تعمليه. تمام. ده اللون الاصفر اللي انا حطيته. هي المطاعم في الغالب بتستخدم اللون الاصفر ده مش الكركم. تمام. بقى اسمه صفار زعفران. وهزود بقى شوربه، وهغطي عليه وهسيبه لحد لما يستوي. وده كان شكله بعد ما استوى. تعالوا بقى نشوف السلطة. أول حاجة السلطة بقى اللي هي بنعمل منها الويسكي بتاع السلطة ده، بتبقى تحفة جدا. سلطة خضراء عادية فيها طماطم، خيار، بصل، وكنت بشرة طماطماية وكمان بقدونس. تمام كده. والدريسنج بتاعي بقى ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة. تمام. وفلفل حامي وفص توم. وابتدي احطهم في الكبة بتاعتي. ده هيبقى الدريسنج بتاعي. خلي بالكم الدريسنج ده كمان هستخدمه في السلطه المشويه اللي هعملها لكم كمان شويه، عشان انا ايه مش هقوله تاني. خلاص حطيت ليمون وحطيت خل، بس هفكركم بيه ساعتها. تمام. وهضربهم بقى كويس. خلاص الدريسنج بتاعي جاهز، هحطه بقى على السلطه بتاعتي. بيدي بقى للسلطه طعم خطير. تمام. هقلبهم بقى كويس في بعض، وبعدين هنزل بميه متلجه على السلطه دي. ممكن كمان عشان الجو حر نحط قطع تلج. وهسيبها شويه منقوعه كده في التلاجة. الميه بتاعتها دي بقى اللي بيبقى الويسكي بتاع المشويات وكده، اللي بنشربه دايما مع المشويات. تبقى تحفة جدا. قطع تلج كمان اهي. مفيش اسهل ولا اطعم ولا اجمل من كده. تمام. هركنها بقى على جنب لحد ايه لما اجي اعمل الاكل او اقدمه. السلطه المشويه بصوا بقى، البصل والطماطم هو دي قشره خارجيه ما تخافوش، هي من جوه بيضه وزي الفل اهي. هنبتدي بقى نقشرهم وارجع لكم تاني. ده شكلهم بقى بعد ما اتقشر، وحطيت كمان معاهم بقدونس، تبقى طعمها وريحتها بقى خطيرة جدا. ده الدريسنج نفس الدريسنج اللي حطيته على السلطة الخضراء. تمام. مش هعيده تاني بقى. هنبتدي بقى نحط عليه الخضار ونضربه. مش بضربه ضرب جامد اول لحد ما يبقى عصير، لا بضربه وبسيب فيه قطع كده. بيبقى طعمه حلو قوي وطعمها مدخن بقى. السلطة دي بجد ادمان. شايفين؟ ابتدي اقدمه بقى اهو. تحسي ان هي لسه مخرزة شوية كده. حلوة قوي. اظبط الطبق بتاعي بقى. لازم اقدم الحاجه بشكل كويس، انتوا اتعودتوا مني على كده. اي حاجه نمسحها وكده. حطيت بقى بقدونس. تمام كده. السلطه المشويه بتاعتي جاهزه، جربوها بجد تحفه. حتى لو مش هتشوي على الفحم، ممكن ادخلها الفرن واشويها عادي تحت الجريل. بصوا بقى، طبق المشويات بتاعي وطبق الرز بقوا جاهزين معايا. تمام. خلاص كده الاكل بتاعي جاهز وبقى زي الفل. مشويات بقى بصوا. الحواوشي بقى جميل وطعمه مدخن كده وحلو. والكفتة كمان واللحمة كله الحمد لله بقى تمام جدا يعني. اهو. ده بقى الويسكي بتاعي، ببتدي احطه كده في كاسات كوبايات اي حاجة. بصوا بقى المية دي طعمها جنان بجد.